محمد نجار وصله فيديو من سمر نديم تقريبا نديم. انا مش متابعه، انا دايما اخر واحده بتابع واخر واحده بتطلع بالاخبار، اللهم لك الحمد. بعد ما خلاص النار بتطفي انا عربيه المطافي اللي بتيجي تطفي. بعد ما النار تطفي باجي. لا بيقولوا محمد النجار طالع بيتخانق مع سمر نديم عشان سمر نديم جابت سيرته واسمه، مش عارفه في فيديو ولا في لقاء، فهو بقى معاه الفيديو ده وبيقول ده هيطلع عينها، هيطلع، هو اللي بيقول مش انا بقول هيطلع عينها ان هي جابت سيرته. واتكلمت في الفيديو وقالت ان هو كان عايز ياخد ست من عندي وانا مش عرفني كان عايز يوديها فين، وكان عايز يبتزني وكل شويه يقول لي انشري لي دي واعملي لي دي وسوي دي، ومعايا المحادثات ومعايا المكالمات ومعايا كذا. محمد النجار يسكت، يطلع بقى قال يا حبيبتي 7 ايام هتقعدي انزل لك اخبارك من طقطق لسلام عليكم بدون مونتاج، و7 ايام هقول لكم اخبار سمر نديم بدون اي فبركه، كله على عينك يا تاجر. وفضل يحكي بقى اللي حصل مع سمر نديم. مش انت يا اختي اللي قلتي اللي رحتي سالت الست لما عرفت ان انا هطلعها عمره، وقلتي كانت نفسها في عمره، فانا قلت اطلعها عمره، فتقومي انت تيجي تقولي لي ما ينفعش وما ينفعش عشان المساءله، وتقومي سيادتك تقولي لازم اطلع معاها عشان ما ينفعش تطلع لوحديها عشان دي مساءله وده 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 وده. وانا قلت لك ماشي بس ده على مسؤوليتك وانا هكلم لك الشركه، اداكوا بقى تفاصيل، تفاصيل بقى. ويروح يقول ايه بقى، تلاقيها هترد عليه تقول له بس انا ما ينفعش اطلع لوحدي لازم محرم معايا، فقال لها كمان انا هشيلك انت واشيل جوزك، لا مش عارفه ايه، وبدات الحكايات والخلافات والحوارات والتيت والشريط، وكله على عينك يا تاجر على السوشيال ميديا. حرفيا خناقه بلكونات والشوارع. هو كلمة وهي كلمة، هو كلمة وهي كلمة، وانا مش عارفة بقى مين اللي معاه حق ومين اللي مش معاه حق ومين اللي الصح ومين الغلط. بس سيبكم من ده كله، محمد النجار بأمانة الله عنده حتة بنوتة صغيرة كده بوسة لقلبها، اسهل بموت فيها بنته الصغيرة دي، والكبيرة أمورة وبحبها جدا، بس الصغنونة يعني ساكي الصغنونة ساكي يعني بعيدا عن اي حاجه يعني. ومش عارفه بقى ديني قاعده اتفرج معاكم، لان انا والله انا اخر من يعلم زي ما قلت لكم عامله زي عربيه المطافي بتيجي بعد ما النار تولع وتحرق وتخلص الدنيا والناس تطفيها، اجي انا وي 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 انا اقول لكم الخبر زي ما حصل مع فيديو فنان سليمان عيد اللي طلعت يوم ما شفت الفيديو يوم 26/8 طلعت بالفيديو بتاعي. المشكله يا جماعه انها طالعه ومتاثره وبعيط واتاري ابن الفنان شايف الفيديو اللي انا شفته قبل الهنا بسنه وردد يوم 13/8. عليك حكايات يا ام كريم، والله دايما باجي متاخره يا جماعه. اتاري ابن الفنان شايف الفيديو اللي انا شفته واللي اتاثرت بيه، واتاري الموضوع خالص من زمان. يعني انا لما واحده قالت لي انه الفنان رد، ابن الفنان رد وقال وكذب الكلام ده كله، ما كنتش اعرف. معقول كنت هطلع ترند حقيقي؟ والله يا جماعه ما كنت اعرف، انا بس اتاثرت بالكلمتين واللي حصل ده. ازاي وقعد يفهمني وقعد اسال ومتاثره. انا كده دايما باجي على الحاجه بايته، ما اجيش حاجه طازه ابدا. كل الناس تخلص فيديوهاتها واجي انا في الاخر اعرض الفيديو مكسحه عكاز. اعمل ايه بقى يا جماعه عشان اجي اول واحده؟ بس ده دل على ان انا مش متابع جيد. انا بالصدفه الفيديو اللي بيطلع لي اصلا ما بعملش متابعات لحد، الفيديو بيطلع لي وقت ما يطلع بطلع اتكلم عليه اللي في قلبي على لساني. اعمل ايه بقى؟ احجز تذكره الساعه كام بقى؟ الناس بتصحى امتى تجيب الاخبار؟ انا مش عارف يعني انتوا بتصحوا الساعه كام بقى بتجيبوا الاخبار من بابها كده، تنقوا من وش القفص. وانا باخد الاخبار المفعصه بعد ما الناس تقول وتخلص وترد. يلا يا جماعه دينا بنتابع مع بعضينا ويعني واحد نفسه بجد والله يعني يبقى له كده خبر طالع من عنده حصري، مش اخر من يعلم يعني. يلا مش بدنا نسوي، الله غالب. بقولوا لي رايكم تحت، ايش رايكم في الخناقه يعني؟ هتتفرجوا ال7 حلقات 7 ايام ولا بس الدنيا هتهدى ولا ايش بده يصير؟ والله ما انا عارفه، مش عارفه والله. انا دي متابعه معاكم بنشوف اخريتها. المهم مشاهده طيبه للجميع، وهنفضل نقول لو كتاب الله الموضوع فيه وهي ترندات والناس اتهبلت على الترندات. احنا بقينا ماشيين في الدنيا
قسما بالله ناس فوق بعضينا كده بنجري، واللي يقع بيتداس عليه، محدش بيمد ايده يسحبه، حتى محدش بيمد ايده يقومه، يلا اللي راح يجي غيره يا يقلب. بقينا عاملين زي قرص الطعمية، تش 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 وبيع. بقينا قرص طعمية، احنا بقينا قرص طعمية بجد والله العظيم. دبنا يتحط نطلع اللي بعده كده، ويتاكل في ثانية وينتهي ويتنسي. هنقول ايه؟ هنقول ايه يا ترى؟ الترند الجاي هيكون ايه؟ هيحصل ايه؟ مش عارفه، مش عارفه. وما في عندي والله شويه كلام كده، الا بالله اسالكم بالله، يعني شويه كلام كده كتاب الله انا ما انا عارفه يعني اقول لكم ايه بصوت زهر البابلي. بصوا قولوا لي، يعني قولي في الموضوع اللي هتتكلمي فيه، في الشخص اللي انت كنت هتتكلمي عليه اللي اتكلم عليك ده، لو كده قولي لي، قولي لو ولا طيب احسن. يعني قولوا انتوا، قولوا انتوا، عشان انا والله العظيم انا من حامل مناهر ايه منا... مناوشات ومهاطلات ومو وايه تاني يا جماعه؟ انا مش حامله اي حاجه بامانه الله. صح نسيت اقول لكم كانت راسي بتوجعني، وخدت مسكن قوي اسمه براستافلام تقريبا، يا رب اكون بقوله صح. وبقالي 3 ايام ما كنتش باكل، وكلت دلوقتي والله. والفيديو كنت عاملاه وانا بتريق ده على الاكل ده، كنت باخد براس المعلقه. قولوا لي سلامتك يا خالته. انا بقول ايه؟ اشوفكم فيديو جديد.